السلام عليكم يا حبايبي. كل سنه وانتم بخير ويعودها على الامه الاسلاميه كلها بخير يا رب. وانتم حبايبي مشرفيني والمتابعين بتوعي عندي احسن من الدنيا كلها. ربنا والنبي اشتركوا لي يا حبايبي. ابصوا الروتين بتاع النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على حضره النبي عليه افضل الصلاه والسلام. الروتين بتاع النهارده بعمل بيتزا جبنه موتزاريلا اهي. وعملنا بيتزا دي قبل ما تستوي ودي المستويه اهي يا حبايبي. ولادي بيساعدوني شويه يعني وبيمشوا من جنبي. ودي واحده ثانيه اهي. ودي نيه ما استوتش لسه اهي. والفرن اهو. الجبنه الموتزاريلا اهي. كله ساعدنا ولاد ابني الصغيرين وكلهم ساعدوني. قولوا لنا ايه رايكم. عملت البيتزا دي كذا مره بس النوبه دي والعيال مره واحده لقيت واحده من ولادي اللي بتقول ايه عايزين بيتزا يا تاني. قلت لهم روحوا اشتروا جبنه موتزاريلا وتعالوا. قالوا ماشي. راحوا اشتروا وجم ليا وعملنا. وعلى ما خمرت بقى عجنتها وعلى ما خمرت وعملت الصلصه اهي. والحاجات دي ابني قطعها لي. ابني كان بيشتغل شيف في شرم الشيخ من قبل الثوره. فالمهم ايه بيقطع الحاجات رفيعه بطريقه حلوه جدا. شوف الفلفل اهو. وراح جاب فلفل الوان. فلفل اصفر اهو. وده احمر وده اخضر التاني بقى اللي احنا بتاعنا احنا هنا اهو. تقطيعه بطريقه حلوه جدا. انا يا عجوزه ما اعرفش اقطعه كده قوي. الاسم انا كبيره بقى. احنا كبار على ما طفل. وده اهي برضه اخضر. فشجعوني بقى انا امكم الكبيره بقى وعايزه اظهر بقى انكم صواب بقى. اللايك مش هيكلفكم حاجه ولا شيء. بس واحده هتقب على وش الدنيا شويه. مش هيب يعني يبقى متشافه. احقق ان انا يعني عامله حاجه كويسه. غيري بيعملوا كل حاجه بس كلهم ربنا يسهل لهم وانا من ضمن ربنا يسهل. فانا دلوقتي ايه هحط دي تستوي بقى يا حبايبي اهي. وموطيه الفرن من تحت اهي عشان ما يتحرقش. ولسه دولت اهم. هعملهم بقى دولت بعدين. كفايه يعني لو ما فيش وقت. بص يعني انا يا حبايبي جدعه والله. بنتي يا عيني بتروح تشتري لاولاد اخوها البيتزايه زي دي. يعني يا دوب اوسع من دي سن قد الصينيه دي. والله بتجيبها ب 180 جنيه. وانا بقى عجوزه بقى من الجيل القديم يصعب عليا 180 جنيه وحته جبنه كده مصلصله في علبه صغيره كده بلاستيك. والبيتزايه اللي زي دي ومعلاش غاموس زي دي كتير. دي عليها طماطم وجبنه موتزاريلا وزيتون. ابني موضبها حط عليها غاموس كتير. والله اما بتبقى عليها غاموس كتير يا حبايبي. وبعدين النهارده لما اولادي جابوا لي الحاجه انا قلت اعمل احسن. ما عنديش اشتري من بره. وعجب ولاد ابني برضه. والله قالوا يا تيتا اعمل لنا كل ما تعوز. قلت لهم ماشي. هجيب من متغمر اكياس جبنه موتزاريلا كتير. كنت بجيب احطها في الفريزر وانساها من كترها. يعني يوم ما اقبض يوم واحد اروح اجيب 5 اكياس 6 اكياس وعينهم في الفريزر. هما اللي يمتنعوا ويشتروا من بره قدامي. بقيت ازعلان. فانا قلت طب وليه نشتريها ب 200 جنيه و180 جنيه؟ ما نعمل احنا في البيت. هنشتري حاجات ما يجيش بال 200 ولو جيب ال 200 مش مشكله. بس المهم حاجات هتقضي. هناكل طاقه واثنين وثلاثه. اي ست بيت تقدر تعمل وتعمل احسن مني انا كمان. مع الف سلامه يا حبايبي. مع السلامه. اشتركوا لي بقى